عمل مزرعة كاملة مليانة بخيرات ربنا، كل حاجة فيها طبيعية، بس المفاجأة إنه لا بيستخدم لا كهرباء ولا مية، والفاتورة عنده بتيجي صفر. أصله بدل كل ده بثلاث مصادر مختلفة تماما، يعني لو فكرته انتشرت محدش هيشيل هم فواتير تاني. حاتم رومي دكتور الطاقة اللي قلب مصر بمزرعته، بس إزاي قدر يعمل مزرعة بالشكل ده من غير ما يدفع فواتير كهرباء؟ وإيه مصادر الطاقة اللي بيستخدمها؟ والمية بيجيبها منين؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. بعد أزمة الكهرباء اللي كنا بنعاني منها خصوصا في الصيف، ناس كتير ابتدت تدور على حلول. هتلاقي اللي شغال بالطاقة الشمسية واللي بيستغل روث الحيوانات لتوليد الطاقة، وناس تانية بتولد طاقة من الرياح. ولكن المهندس حاتم الرومي قرر يجمع كل الحاجات دي في مكان واحد. حاتم عمل مزرعة متكاملة فيها مواشي وزراعة وشجر وخضار وفواكه، عنده مانجا وبلح وخيار وموز وكلها حاجات أورجانيك، وكمان بيربي سمان ورومي وسمك ومواشي، وكل ده من غير ما يدفع فاتورة كهرباء. وده لأنه ببساطة مش بيستخدم عداد الكهرباء في حاجة خالص. الراجل ده درس الطاقة المتجددة كويس جدا، فاستغل دراسته في تشغيل كل حاجة في المزرعة عنده بثلاث مصادر للطاقة: شمسية ورياح وبيوجاز. يعني لو مصدر واحد اتعطل التاني بيشتغل على طول، لأنه شايف إن أي مشروع من غير كهرباء هيتعطل. وبكده قدر يفتح أول مزرعة في مصر شغالة بالكامل بالطاقة المتجددة. مش بس كده، حاتم شايف إن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ولازم نطبقها على أرض الواقع. فبدأ بنفسه بمساعدة مراكز بحثية وجهات حكومية وجامعات خاصة علشان يوري الناس وأجيال المستقبل إزاي نقدر نعيش بطريقة مستدامة. وقال إن المزرعة دي شغالة على توليد طاقة نظيفة بكل أنواعها، يعني مثلا بيستخدموا المخلفات علشان يطلعوا منها غاز، وكمان عاملين أحواض مخصوصة لتربية الفطر وبيستخدموه كغذاء للأسماك، والمكان كله معمول بتصميمات معمارية صديقة للبيئة. غير كده في معامل بحثية جوه المزرعة، وكمان عاملين فندق خاص علشان الطلبة المتدربين يقعدوا فيه ويتعلموا على الطبيعة. المزرعة كمان مش بتولد طاقة بس، دول بيستخرجوا مية من باطن الأرض وبيخففوا ملوحتها علشان يستخدموها في تربية السمك والزراعة والمواشي. وبعد كده روث الحيوانات بيحولوا للغاز بايوجاز علشان يستخدموه في الطبخ والتدفئة. يعني كل حاجة مستفيد منها بالكامل. وعلى فكرة حاتم موقفش عند كده بس، دلوقتي بيشتغل على مشروعين تانيين للطاقة المتجددة في المزرعة، وبيوسع الزراعة وبيعمل محطات تحلية مية، والهدف انه يخلق مجتمع بيئي متكامل بيعتمد على نفسه في كل احتياجاته. وكمان المزرعة بقت مركز تعليمي بيجيب طلبة الجامعات علشان يتعلموا ويشوفوا كل حاجة على الطبيعة. ورغم ان التكلفة عالية، ولكنه شايف ان مهمته يعلم الاجيال اللي جاية علشان يكملوا المسيرة بعده. يعني تقدر تقول ان مزرعة حاتم الرومي نموذجية بكل معاني الكلمة، شغالة بالطاقة المتجددة، مستدامة وتعليمية، ومثال لكل اللي عايزين يعيشوا بطريقة صديقة للبيئة. ودلوقتي قول لنا، تفتكر ممكن يجي اليوم اللي نستغنى فيه عن الكهرباء